علاش المحامون دخلوا في إضراب؟ المحاماة لا تهان. المحاماة لا تهان. أهلا ومرحبا بكم. جمعية هيئات المحامين بالمغرب قررت تخوض إضراب أمام جميع محاكم المملكة من فاتح نوفمبر 2024 إلى أجل مفتوح. في هذا الفيديو غادي نوضحوا لكم الأسباب اللي خلاتنا نوقفوا العمل ونرفضوا الاستمرار في هذا الوضع. فاش كنشوفوا أن حقوق المواطن على وشك الضياع ما يمكنش لينا نبقاو ساكتين، وهذا الإضراب ما هو إلا وسيلة باش نقولوا بصوت عالي كفى. القصة بدات ملي وزارة العدل قررت تخرج مشاريع قوانين كتهم المسطرتين المدنية والجنائية بلا ما تشاور معنا كمحامين أو حتى مع باقي الأطراف اللي عندها علاقة بالقضاء. فاش كنقولوا بلا ما تشاور معنا كنقصدوا أنها خرجت قوانين اللي كتمس حياتكم اليومية بلا ما تسولكم أو تسول اللي غادي يدافع عليكم، وهذا خرق لدستور 2011 اللي كينص على ضرورة تبني منهجية تشاركية في صياغة القوانين. واش عرفتوا شنو كاين في هذه القوانين؟ هذه مشاريع عرفت تراجعات خطيرة كتمس بشروط الولوج للعدالة وبمبادئ الحقوق والحريات الأساسية للمواطن، خلاو المواطن الحلقة الأضعف في النظام. هاد 7 المشاكل كنموذج. أولا، النيابة العامة تقدر تطعن في أي قرار في أي وقت بلا أجل، عكس المواطنين اللي عندهم أجل، وهذا الشيء كيزعزع استقرار المعاملات وكيضرب في الأمن القضائي. ثانيا، ممنوع الطعن بالاستئناف في القضايا اللي كتقل على 3 المليون سنتيم، وهذا الشيء كيضر الناس الفقراء اللي 3 المليون شي حاجة كثيرة عليهم. ثالثا، الطعن بالنقد ممنوع في القضايا اللي كتقل على 8 المليون سنتيم، وهنا كيكونوا الناس الميسورين عندهم حق الطعن والناس البسطاء محرومين منه. رابعا، المدعى عليه إذا دفع بعدم قبول الدعوة ورفضت ليه المحكمة كيحكموا عليه بغرامة ديال 1,000,000 سنتيم، وهذا الشيء كيمس بمجانية التقاضي. خامسا، إذا رفضوا طلب التجريح في القاضي أو الخبير كيتحكم على المواطن بغرامة. سادسا، إذا رفضوا دعوة المخاصمة ضد القاضي كيتحكم على المواطن بغرامة كتوصل 5 المليون سنتيم. سابعا، الدولة كتقدر تنفذ ضد المواطن من بعد حكم الاستئناف مباشرة، ولكن المواطن ما كيقدرش ينفذ ضد الدولة حتى يخرج حكم النقد اللي غالبا كيجي بعد سنوات. نزيدوا هذا الشيء حتى على الطريقة اللي صادق بها البرلمان على مشروع قانون المسطرة المدنية كتطرح علامات استفهام. 102 برلماني من أصل 292 في الأغلبية الحكومية صادقوا عليه، يعني حتى الأغلبية نفسها ما عندهاش ثقة كاملة في هذا المشروع. هذا الشيء علاش حنا اليوم مضربين كندافعوا على الحق ديالكم باش توصلوا العدالة قدام قضاء مستقل وعادل بدون قيود ولا عراقيل، وباش تبقى كرامتكم محفوظة. كندافعوا على الحق ديالكم في المحاكمة العادلة والمنصفة، وعلى أن الدولة تحترم صوتكم وصوت كل مختص في الميدان. حنا ماشي كنوقفوا ضد القوانين، ولكن كنقولوا أنه خاص احترام المنهجية التشاركية اللي كنص عليها الدستور باش ما نرجعوش للوراء ونضيعوا المكتسبات الحقوقية والدستورية. وختاما، بغيناكم تعرفوا أن هذا الإضراب هو صوتكم. لقد كانت مهنة المحاماة ولا زالت رمزا للالتزام بالدفاع عن الحقوق والحريات.